السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل البيتزا مع بعض بكل تفاصيلها وبأسهل الطرق بإذن الله. يا رب الفيديو يعجبكم. لو أول مرة تشوفيني أو تشوفي القناة بتاعتي، انزلي دوسي على اللايك ودوسي على الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. النهاردة معانا شوية دقيق وشوية مية وسنة ملح، وهنعمل بالخميرة الفورية إن شاء الله، أو بالخميرة العادية اللي هي عاملة زي العجينة دي. هنحط شوية مية دافية بإذن الله، ونحط فيها سنة الملح وسنة سكر، وهنقلبهم كويس خالص، ونحط عليهم الخميرة الفورية، وهنعجنهم زي ما انتم شايفين، ونديهم سنة زيت في الآخر، وبعدين نسيبها حوالي ساعة لغاية ما تخمر بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وهنجيبوا صينية كبيرة، لو ما عندكيش صينية كبيرة يبقى أي نوع من أنواع الصواني اللي عندك عادي، ما يعملش حاجة. وبعدين اصلا عايزه اعملها كبيره ان شاء الله يعني. وبعدين هندهنها بسنه زيت، وبعدين نفرد فيها العجينه لما تفرديها ما تكونش رهيفه خالص، او تكون مثلا عجينه تخينه او اي حاجه، عشان خاطر ما تعلاش معانا وتبقى عامله زي العيش. فاحنا هنا فردناها كويس خالص، وجبنا شوكة وفرغنا منها كل الهواء، لان لو ما عملناش النقطة دي بالشوكة هتتنفخ معانا، وهيبقى شكلها مش حلو ان شاء الله يعني. بس فبعد ما نطلع نفرغ منها الهواء، انا عندي هنا شوية تقلية، يعني شوية صلصة بصلة بطماطم. المهم مسبكاها كويس خالص، ومخلياها تخينة زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. وبعدين هفرد اول طبقة، وبعدين عندي هنا لانشون. البيتزا حبايبي انتوا ممكن تعملوها بأي حاجة عندكم، بجبنة ماشي، بتونة ماشي، بلانشون ماشي، بأي حاجة عندكم هتنفع وهتمشي إن شاء الله. عندي هنا حتة لانشون، طبعا فردتها على الصينية خالص معايا، وبعدين حطيت قرن فلفل وقطعته كويس. ولو عايزاها طبعا سبايسي او اي حاجة هتحط قرون فلفل حراقة. وبعدين انا عندي هنا قالب جبنة قريش، او ممكن تنفع جبنة عادية او اي نوع جبنة عنديكي، ما فيش مشكلة خالص. حطيت الجبنة وفردتها برضو عليهم، وبعدين جبت كم طماطماية وقطعتها شرايح زي ما انتم شايفين في الفيديو. وبعدين هفردها على الصينية كلها بالطريقة اللي انتوا شايفينها. ما تنسوش حبايبي اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد بإذن الله. بعد هنا ما فردت الطماطم، انا هنا مكترة الطماطم حبايبي، لان معايا اولادي بيحبوها زي ما انتم شايفين. وبعدين جبت بصلاية وقطعتها رهيف خالص، وبعدين فردتها على الوش. عندك زيتون ماشي، عندك جبنة موزاريلا برضو ماشي، هتمشي الحال. اي حاجة زي ما قلت لك هتحطيها على الصينية هيمشي حالها معاكي خالص. وبعدين هنا شغلت الفرن، وعملت الكمية اللي انتوا شايفينها دي، وهسيبها حوالي 10 دقايق في الفرن. هعلي النار وبعدين ههديها. وادي الشكل النهائي، وطلعت تحفة وشكلها جميل خالص، والريحة ولا أروع. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه حتى لو بحاجة بسيطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.